بشلم طوكستا غذاء موروثة من قب ملكان دمشي خاية ويزي داية والصبة من داية قوم ديتة بغداد بسيقهم تخمشة بشباط بود إكنايوثك نشيتا وعيروثة بود متونانة وقنطي وهرهادخ ملوء خينا إيوة بود طبة بودا تبيشي بريسة وإكنايوثة شقلت الطبة بصورة تريستا ورخقتا من طبة تبودا جو شويلة ديوذاعة كدوالي رخقتها من برست الطبة بودا أخذ متخرون وهرهادخ دريت دبالة من مشانيت الطبة قم مختتها مني ختيتا إيث وآها لنيشد مرخقتة قنطايوثا جو كنوشيا حسب توجيه معالي السيد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ومدير دائرة العلاقات والإعلام اللواء خالد المحنة بالاهتمام بالموضوع الجانب التوعوي والتثقيفي على المجتمع. فإحنا اليوم قسم محاربة الشائعات التابع لدائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية مستمر بحملاته التوعوية والتثقيفية على فئات المجتمع وفي دوائر ومؤسسات الدولة وفي الجامعات والمدارس للحد من خطورة الشائعات والظواهر السلبية في المجتمع. اليوم يعني هناك الكثير من الظواهر مع شديد الأسف في المجتمع. اليوم مثلا ظاهرة الشائعات، الابتزاز الإلكتروني، وحتى يعني انتشار المحتوى الهابط. فاليوم أنا حسب يعني التوجيهات الخاصة بالاهتمام بالجانب التوعوي والتثقيفي، فاليوم احنا متواجدين اليوم في ديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المدانيين لعقد ورشة نتحدث فيها عن يعني أهمية التوعية من هذه الظواهر السلبية اليوم في المجتمع. نحن اليوم فقط وزارة الداخلية من خلال متحد من يعني موضوع أو خطورة موضوع الجريمة إذا ما يكون هناك أكو جانب توعوي وجانب تثقيفي، فاليوم احنا مستمرين بحملاتنا التوعوية والتثقيفية من أجل الحد من تلك الظواهر السلبية اليوم في المجتمع. اليوم مع شديد الأسف اليوم مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الانترنت، هناك الكثير من الانعكاسات السلبية لهذه التقنية الحديثة. اليوم موضوع الشائعات، موضوع الابتزاز الإلكتروني، انتشار الجريمة الإلكترونية، استخدام تلك التقنية بيئة مواتية للجريمة الإلكترونية اليوم يحتم علينا احنا اليوم كإعلام أمني، كإعلام تابع للمؤسسة الأمنية، كي يحتم علينا إجراء الحملات التوعوية والتثقيفية للحد من خطورة تلك الظواهر السلبية في المجتمع. حقيقة اليوم قام ديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية بالتعاون مع وزارة الداخلية بإقامة محاضرة تتحدث عن أهمية البناء المجتمعي وحماية المجتمع من الظواهر السلبية التي تؤثر على التماسك والتنوع في هذا المجتمع العراقي. كان النموذج اللي أخذ في هذه المحاضرة هو تأثير المخدرات وأيضا الشائعات التي تؤثر سلبا على مظاهر العيش المشترك بين كل أبناء الشعب العراقي. هذا النوع من المحاضرات حقيقة هي محاضرات توعوية مهمة جدا لكل أبناء الشعب، وخصوصا الموظفين دوائر الدولة، كونهم يتعاملون بشكل مستمر مع كافة أشكال المواطنين الذين يقومون بالحضور إلى هذه الدائرة. فهذا النوع من الثقافة والتوعية مهمة جدا للحد من ظاهرة الشائعات، وأيضا الحد من ظاهرة التمايز العنصري الذي يحدث أحيانا بين أبناء الشعب العراقي. ومن جيب خينا بشلي ضريشة بود متوناني ويكنا يوثد رخقتا مني وعيروثا بوديي وما تقتلي من قنطة وعبد نواسا لا طاوي البغرد برناشا وبريشائيز عليمه زعورة بشنة آنيت بيشي مبيلي قداها قغلا بكل سانايوتا. جاكنوية قنايت عرقية سورييتا بغداد.